وبيبتدي احداث فيلمنا في هامبورغ في المانيا، وبنشوف فريق الاوبرا الوطنيه وهو بيستعد لحفله مهمه، وبيديه المايسترو اخر التعليمات علشان الكل يكون جاهز. واول ما بتبدا الحفله بيوصل العصابه كلهم منسمين ومعاهم سلاح، وبيهجموا على الحفله بالسلاح وبيهددوا كل اللي هناك ان اللي يتحرك هيقتلوه. وبيفتح زعيم العصابه لايف وبيقول ان هو هيقتل واحد من فريق الاوبرا كل شويه لحد ما ياخد الفلوس اللي طالبها. وطبعا الشرطه بتبعت فريق تدخل سريع علشان يشوف ايه اللي بيحصل هناك، وبيكون جون هو قائد الفريق وبيكون معاه ماتيو، والاتنين بيكونوا متاكدين ان الدنيا هتتلم بسرعه. وبيفضل ماتيو ان هو يراقب الوضع وبيقول لجون ما تضربش النار علشان محدش يتاذيه. بس لما بيشوف ماتيو ان رئيس العصابه قتل المغنيه على طول بيضرب عليه النار، ومش بيقدر ان هو يمسك نفسه وبيهجم على المكان، وبيحصل ضرب نار بين الطرفين والدنيا كلها بتتقلب. وبعد شويه اكشن وضرب نار بيقدر رجاله جون ان هم يخلصوا على كل العصابه، بس بيتصدم ماتيو لما بيعرف ان جون مصاب، وعلى طول بيروح له وبيفضل معاه لحد ما يموت. وبنروح بعدها ب5 سنين واللي بيكون ماتيو اتغير خالص وبقى شغال في تقطيع الحطب، وبيروح يقبض مرتبه وبيركب عربيه رايحه بوخارست. وبعدها بقى بنروح امستردام مع الانتربول واللي بيكون قبض على شويه مهربين، وبنشوف شيرا وهي بتضرب الظابط اللي معاها، وبيكون معاهم واحد اسمه رومان واللي بنعرف بعدها انه شغال معاهم علشان يوقع عصابه سيبان. وبيكون بير واقف وشايف كل اللي بيحصل، وبيتصل بسيبان وبيقول له خلي بالك في حاجه غلط بتحصل والشرطه قبضت علينا. وبتروح بعدها شيرا تكلم رومان وبتكون عايزه ان هي تقبض على اللي ورا التجاره دي كلها. وبنرجع تاني لماتيو واللي بيوصل اخيرا لبيت هيلين، ودي اللي كانت مرات جون، وبتفتح له بنته اللي بتكون مستغربه لانه بيكون ضخم وطويل جدا. وبتطلع هيلين تقابله وبتقول لبنتها ان ده ماتيو وده كان اعز اصحاب ابوكي. وبعدها بيعرف ماتيو ان هيلين اتجوزت واحد اسمه بول علشان تعرف تربي بنتها، وبيقول لها ماتيو انا عايز اعترفك بحاجه مهمه، وان موت جون كان غلطتي لان انا اللي ضربت النار الاول وما قدرتش احميه. بس بتقول له هيلين لا مش بعد ما قدرت ان انا اتخطى كل ده تيجي دلوقتي وتقول لي الكلام دوت، وبعدين انت اصلا ما حطيتش جنازته علشان تيجي وتعمل نفسك صاحبه. وبتفضل هيلين ان هي تعيط وهي بتفكر في اللي حصل، وبعدها بيعتذر لها ماتيو وبيمشي من البيت، بس بتقول له هيلين خليك قاعد معانا لان انت اصلا مش هتلاقي مكان تقعد فيه. وبنشوف ستيفن واللي بيقول لرجالته ان في واحد خاين معانا وانا لازم اعرف هو مين. وبيرجع بول من الشغل علشان يلاقي بنته قاعده مع ماتيو، ولما بيسال هيلين هو مين دوت بتقول ان ده كان صاحب جون وانه دلوقتي مش لاقي مكان يقعد فيه. وبول بيكون مش عاجبه اول الوضع بس مش بيرضى ان هو يرفض علشان ما يعملش مشاكل. وبعد ما بتدخل انجل بنت جون البيت وبتقول لامها هيلين انها حبت ماتيو علشان هو شخص طيب، وبيكون ماتيو قاعد بره وعمال يفتكر في ذكرياته مع جون، وبيفتكر ايام افغانستان ولما كانوا مع بعض في مهمه، وكان جون عمال يقول له ان انت لازم اول ما ترجع امريكا تكلم البنت اللي عاجباك علشان تتجوز. وفي نص الذكريات بيطلع بول وبيقعد معاه وبيقول له اكيد انت متكيف من شكل السما نظيف دوت، بس بيقول له ماتيو ان انا كنت بحب السما في افغانستان علشان السما هناك كانت هاديه. وبعدها بيرجع بول لهيلين وبيقول لها انا قلبي مش مطمن لماتيو ده وكل كلامه بيبين انه مريض نفسي، ده الراجل طلع بحب افغانستان. بس بتقول له هيلين عارفه ان هو وجون اتعرضوا لمشاكل كتير جدا وشافوا بلاوي هناك. وتاني يوم بيصحى ماتيو بدري وبيقرر ان هو يرجع للتدريب تاني، وعلى طول بينزل الشارع وبيجري شويه وبيرجع قبل ما انجل انها تروح مدرسه. وبيروح برضه ستيفن لبول وبيقول له ان انت شكلك كده بتنصب عليا وبتسرق فلوسي. وطبعا بول بيترعب منه وبيقول له لا ثواني وانا اشوف المشكله في ايه واحلها. ولما بيراجع شويه حسابات بيقول لسبيان لا دي هي غلطه وانا هصلحها، فبيقول له سيبن قدامك لحد بكره علشان لو ما عملتش كده انا هزعلك. وبعدها بترجع هيلين وانجل من المدرسه علشان يقابلوا ماتيو، وبتقرر هيلين انها تفك عنه شويه بعد ما شافته شايل الهم. وبيروح ماتيو معاهم الملاهي علشان يلعب شويه ويهزر. ولما بترجع هيلين البيت بتلاقي ان بول قاعد شايل الهم، ولما بتقول له مالك بيقول لها انها شويه مشاكل في الشغل وانا هقدر اظبطها قريب والدنيا هتبقى تمام. وتاني يوم بيصحى ماتيو بدري وبيتمرن برضه، وبتكون في رحله ماشيه باتوبيس في نص المدينه، بس بتصدموا لما بيلاقوا انه في جثه متعلقه فوق الكوبري وعلى طول بتقع على الاتوبيس. ولما بتوصل الشرطه للمكان بتعرف شيرا ان اللي مات ده يبقى رومان، وطبعا ده معناه ان سيبن قطع عليهم وعرف مين اللي شغال معاهم. وبعدها بيتصل سيبن ببول وبيقول له خير طمني على فلوسي، بس بيقول له بول عايزك تثق فيا وان الدنيا دلوقتي صعبه شويه انما اديني وقت وانا هظبط لك الدنيا. وطبعا الكلام ده مش بيعجب سيبن واللي بيقول له بول انا اديتك وقتك وانت شكلك كده عايز تتظبط. وطبعا بيخاف بول على حياته وبيفضل مقلق. وفي نفس الوقت بيكون ماتيو قاعد يشتغل بالخشب ومحدش عارف هو بيعمل ايه. وبتشوف انجل بنت جون اثر الجروح على جسمه وبتقول له ان انت بتفكرني بابويا. وبتتصل هيلين ببول واللي بيكون مزنوق طبعا ومش عارف يعمل ايه، وبيقول لها ان هو عنده ضغط شغل وهيتاخر عليها. وبعدها بيفضل ان هو يتصل برومان وطبعا مش بيكون عارف انه اتقطع عليه واتقتل. وبيكون ماتيو في الشارع مع هيلين وانجل وبتقول له هيلين خليك معانا بلاش تمشي علشان احنا محتاجينها جنبنا دلوقتي. وفي نص الكلام بيوصل رجاله لابسين اقنعه وبيضربوا ماتيو لحد ما بيقع على الارض.
وبياخدوا معاهم انجل وبيجروا على العربيه بتاعتهم وبيهربوا من عندهم. وبيفوق ماتيو وبياخد عجله موجوده في الشارع وبيطلع يجري وراهم. وبتتصل هيلين ببول وبتقول له الحقني بسرعه دول خطفوا انجل. وعلى طول بيعرف ان ستيفن هو اللي ورا القصه دي كلها. وبيتصل بيه بول وبيقول له انا عايز بنتي وفكك بقى من الطريقه الرخيصه دي. بس بيقول له ستيفن انا لما اخد فلوسي الاول تبقى تشوف الموضوع ده. وعلى طول بيقفل السكه في وشه. وفي الوقت ده بيكون ماتيو مكمل جاري ورا العصابه لحد ما بيقع قدام العربيتين وبيتخبط وبيغمى عليه. ولما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في السرير بكلبشات وبيفضل يخبط لحد ما بيقدر انه يقوم. وبتكون شيرة هناك في المستشفى وبتقول انت لازم تهدى واحنا هنتصرف. بس بيقول لها ماتيو ان هو هياخد حقه بنفسه وانه لازم يعرف مين اللي ورا القصه دي. وبيرجع البيت وبيقول لبول ومراته وانه لازم يروح ينقذ انجل بسرعه. بس بيقول لبول ان انت هتروح تموت وانت اصلا ما تعرفش مين هو ستيفن ده شغال مع اقوى منظمه من تايلاند والناس دي تقدر ان هي تقتلك. وطبعا بيتحول عليه وبيقول له انت تعرف موضوع تايلاند ده منين. وساعتها مش بيعرف بول ان هو يخبي عليه اكتر من كده. وبيقول ان هم عاملين كده علشان انا ناصب عليهم في فلوس. وبيقول له ماتيو خليك انت هنا وانا هروح انقذ بنت جون علشان دي تعتبر بنتي. وطبعا بيفضل بول ان هو يعتذر لمراته وبيقول لها ان هو ما كانش يقصد ان كل ده يحصل وان الدنيا كانت المفروض تتلم. وبيقول ماتيو لبول فكك من الكلام ده علشان مش هيجيب نتيجه وانا عندي خطه ليك وان احنا لازم ننفذها علشان ننقذ بنتك. وبيخليه يتصل بستيفن وبيقول له انا عايز ارجع بنتي باي ثمن انت عايزه. وبيقول له ستيفن انت خلاص عرفت تجيب الفلوس. وطبعا بيقول له بول انه هيجيب الفلوس. فبيتفق مع ستيفن على المكان اللي هيقابل فيه رجالته علشان ياخد بنته. بس المشكله ان ستيفن بيكون قاطع عليه ويكون عارف ان دي خدعه وان بول اساسا ما جابش فلوس ولا حاجه. وفعلا بيبعت رجالته من غير البنت علشان يقابلوا ماتيو. وفي الوقت ده بتكون الشرطه قدرت انها تفك شفره موبايل رومان وبيعرفوا ان بول اتصل بيه بعد ما مات واللي بيكون كلمه على صفقه عايز يعملها معاه. فبيروح الضابط ميتشل عشان يقبض على بول. بس اول ما بينزل من العربيه بياخد منه ماتيو وبيقول له طريق سلامه انت. وعلى طول بيدخل ميتشل البيت علشان يقبض على بول. بس بتقول له هيلين تعالى اعمل لك قهوه الاول تظبط حالك وكده كده بول مش هيطير يعني. بس المشكله ان في واحد من رجاله ستيفن بيكون وصل علشان عارف ان بول كان بيخونهم. ولما بيوصل ميتشل بيدافع عن نفسه وعلى طول بيتضرب وبيقع على الارض. وفي الوقت ده بيكون ماتيو وصل المكان اللي المفروض ياخد فيه انجل. بس بينزل واحد من رجاله ستيفن وبياخد الشنطه وبيقول لماتيو ان انت مالكش عندنا حاجه. ولما بيفتح الشنطه بيلاقي ان هي قنبله وبتنفجر في المكان. وبيقدر ماتيو ان هو ياخد المسدس من اللي ماسكه وعلى طول بيقتل بيه كل الموجودين في المكان. وعلى طول بيمسك الاخير اللي هرب بالقنبله بالعافيه علشان يعرف منه مكان انجل. وعلى طول بيعلقه في مكان مهجور وبيفضل ان هو يعذب فيه لحد ما بيعرف مكان انجل. وعلى طول بنرجع تاني لميتشل واللي مش بيقدر انه يدافع عن نفسه قدام اللي بيضربه. وكل ده وبول مستخبي في الدور اللي فوق ومستني اي فرصه علشان يهرب. ولما بيلاقي ميتشل اخيرا ان هو قدر يقتل اللي كان بيضربه بينزل جري وبيسيب مراته ان هي تساعده وعلى طول بيهرب من المكان. بس علشان نيته مش سالكه ولما بيطلع بره علشان يركب عربيته بيكون في واحد من رجاله ستيفن قاعد وراه وعلى طول بيخنقه وبيخلص عليه. وبيكون ماتيو اتصل بشيرة وقال لها على المكان اللي انجل مخطوفه فيه. وبيروح ماتيو على هناك لوحده علشان يدخل. وطبعا كل ما الحراس ان هم يحاولوا يمنعوه بيتعامل هو معاهم لحد ما بيعرف انه يدخل مكان قريب. وبتوصل شيرة هي كمان علشان تساعده يخلص على باقي الحراس. وفي الوقت ده بيكون سمع ستيفن بكل اللي حصل فبياخد معاه انجل واتنين من رجالته وبيهرب. ولما بيقرب منهم شيرة وماتيو بياخد ستيفن انجل وبيهرب. وبتحصل معركه بين شيرة وماتيو ضد رجاله ستيفن. وطبعا علشان ماتيو كان تعب من كتر الضرب بيكون ضعيف وبيفضل يتضرب وبيتصاب زياده فوق ما هو متصاب. وكمان شيرة بتقع على الارض هي كمان وبتنضرب. وبعدها بقى بيسخن ماتيو وبيقدر بقى ان هو يقوم من على الارض وبيضرب اللي معاه. وبيروح على كان بيضرب شيرة هو كمان وبيضربه على دماغه. وبيجري بعدها على صوت ضرب النار بتاعت ستيفن وبيلاقيه واقف ومعاه انجل. فبيقول له ماتيو سيب انجل وانا هسيبك تعيش. فبيقول له ستيفن ان انت شكلك كده مجنون انا معايا المسدس وانت معاك سكينه حقيره. بس بيفضل ماتيو ان هو واقف بالعافيه وهو مصاب قدامه لحد ما بتعض انجل ايد ستيفن اللي بيسيبها. وفي اللحظه اللي بيضرب فيها ماتيو بالنار بيكون ضربه بالسكينه في قلبه وعلى طول بيخلص عليه. وبنروح بقى بعدها ب5 شهور مع انجل اللي بتكون قاعده مع هيلين وبتسألها ان هي ممكن تشوف ماتيو تاني ولا لا. وبتقول لها ان اكيد هتشوفه تاني. وفعلا بنشوف ان ماتيو لسه عايش واخد مركب وبيلف بيه شويه بعد ما زهق من حياته. وبس كده يخلص فيلمنا واتمنى ان يكون استمتعتوا معانا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه واكتبوا لنا رايكم تحت في التعليقات. وكان معاكم محمد صلاح من قناه فيلم تشوب وسلام.